مساء الخير. تعالوا نكمل مع بعض سلسلة أفكار لللانش بوكس وحاجات للسندوتشات تكون صحية ومغذية جدا للولاد، تديهم عناصر غذائية، وكمان أهم حاجة تكون اقتصادية. كل حاجة حوالينا بقت غالية جدا. أقل طبق جبنة ولا لانشون بنشتريه الطبق ب100 جنيه ومش بيقعد كام يوم. ويا عالم هو متصنع ازاي، مش نضيف خالص. لا، تعالوا بال100 جنيه او بنفس تمن الطبق بره هنجيب نص كيلو بانيه، نعمل كمية محترمة جدا، طعمه حلو قوي، مفيد جدا. لا هندخل فيه جبنة نستو ولا بيض ولا مكونات غالية ولا مكونات غريبة. هنقول عليه لانشون او بديل اللانشون المنزلي. طعمه حلو قوي. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي مادونا، متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بقى تعالوا هاتوا نص كيلو البانيه كده ونعمله مع بعض، وصدقوني هيطلع كمية كبيرة قوي. البانيه انا كان ساقع متلج في الفريزر، طبعا انا بغسله وبصفيه كويس وبشيله في الفريزر. طلعته هو نص تجميد كده تقريبا، اي جلود فيه بدأت اشيلها خالص زي ما انتوا شفتوا كده. شلت الجلود وبدأت بقى اطحنه في، او يعني افرمه في الكبة. طب لو ما عنديش كبة، في مطحن الخلاط بس احط جزء بجزء واقطع الفراخ قطع صغيرة خالص بالسكينة. بفضل اطحن فيه او افرم فيها لحد ما تنعم خالص، تبقى عجينة ناعمة خالص. انا هنا في المرة دي حطيت كوباية الا ربع مية ساقعة متلجة ومعاها قطع تلج. بس انا بقول لكم خلوها كوبايه ميه ساقعه متلجه. انا دايما كنت بعملها بكوبايه ميه، لقيت الناس كلها على اليوتيوب نص كوبايه، كوبايه الا ربع، قلت اجرب. لا، النتيجه بالكوبايه كامله احسن. ومعايا نص كوبايه نشا ومعلقتين زيت. تمام. معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود. ومعايا كيسين، وهنا هنحط البيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج باودر. ودول كيسين اللي هي مرقة الفراخ الفورية، عايزين تستغنوا عنهم مفيش مشكلة، بس هما بصراحة بيحلوا قوي اللانشون. والمرقة الفورية احسن من المكعبات، لان هي كده بتدوب، بتبقى يعني مفتتة خالص فبتدوب معانا بسهولة. واطحن الباقي كله مع بعض في الكبة، يعني اضرب المكونات كلها مع بعض مرة واحدة في الكبة. الموضوع مش بياخد بأمانة 5 دقايق لحد ما يبقى كله عجينة متجانسة. افتح كده زي ما انتوا شايفين بيبقى فيه بواقي في الغطا وفي الجوانب، انزل كله لان انا عايزة كله يبقى مية واحدة، يعني يبقى عجينة واحدة، مش حاجة مطحونة قوي وحاجة مفرومة قوي وحاجة مش مفرومة. تمام، نتأكد ان كله اتفرم معانا كويس قوي. ايوه تمام كده. شوفوا هنا بوريكم قد ايه الفراخ بقت ناعمة جدا. نقلتهم بقى في بولة معايا، وابتدي بقى اجيب الكيس الحراري. انا عملت لكم اللانشون قبل كده في الكوبايات الازاز، وكان في ناس خايفين، وانا بقالي سنين بحب تسوية الكوبايات الازاز جدا ومش بيجرى لها حاجة. طب اللي قلقان برضو هاتوا الكيس الحراري، بلاش البلاستيك راب يا جماعة. الكيس الحراري ده معمول مخصص للسخونة بتاعت الحاجات السخنة، فمش بيتفاعل مع الاكل. تمام. انا حطيت الكمية كلها على مرة واحدة، فعملت رول حجمه كبير مرة واحدة. عايزين تقسموهم على كيسين مفيش مشكلة. اهو كده بقى حطيت الخليط كله في الكيس. والكيس انا طبعا كان المفروض ما يتوسخش او ما يجيش فيه بواقي فراخ كده من فوق. بدأت انزلها كويس وواحدة واحدة اسويه، واحاول قدر الامكان اطلع فراغات الهواء عشان يبقى مضغوط وحلو. اه مش هنعرف نضغطه قوي بطريقة المصانع، بس يعني على قد ما بنقدر. طبعا لو هنعمله بإبرة هيطلع الهوا خالص، بس احنا مش عايزين نفتح الكيس بإبرة خالص، عايزين الكيس يبقى سليم. فانا باخد كده واحدة واحدة انزل الفراخ، وابتدي لو لقيت اي فقاعات هوا كده بحاول بطلعها كده لفوق زي ما انتوا شايفين. بمشي كده ايدي عليها لحد ما اطلعها. تمام. وابتدي بقى اسوي الكيس كويس والفه، هظبطه كده بقى، اسويه ان هو يبقى رول كده مدور ويبقى حلو. اتمنى تكون الفكرة واصله لكم. ايوه. ونبتدي بقى نلفه كده كويس حوالين داير عشان يبقى شكل اسطواني كده.
هنا جبت ورقة فويل وهبتدي برضو الف بقى كويس عشان هي تتحكم في الحجم في الشكل كويس بتاع الكيس، وفي نفس الوقت تمنع تسريب اي مية جواه. وهجيب برضو ورقة تانية عشان تمسكه اكتر، نبقى متحكمين فيه اكتر. انا عملت هما في ورقتين اتنين بس. بلف تاني كده كويس قوي، وبقفل يمين وشمال كده زي البونبوني كده، هيعمل لنا رول كده شكله حلو وحجمه حلو قوي. تمام. انا في الوقت ده بقى حطيت ميه على البوتاجاز في الحله بتغلي، وحطيت مصفى. المره دي هسويه في حمام بخار، انتوا ينفع تحطوه جوه الميه عادي بس انا هعمله في المصفى. فهحط الرول كده في المصفى، واغطي كده عليه بالغطا، واسيب تهويه كده بسيطه خالص زي ما انتوا شايفين، الغطا ما كتمتوش. ربع ساعة تلت ساعة وبقلب الرول. الإجمالي أخد حوالي من 45 ل50 دقيقة تسوية، سيبوه 50 دقيقة أضمن. وبتطلعوه المفروض مش بنفتحه غير لما يبرد، بس طبعا عشان التصوير كالعادة أنا ببقى مستعجلة فبفتحه. دلوقتي كان سخن جدا وأنا بفتحه، يعني كان عمال يلسعني أساسا. شوفوا بقى الرول شكله قمر وجميل أساسا ازاي. ومش عايزة أقول لكم ريحته حتى من وهو ني كانت حلوة جدا. التوابل بتاعته مظبوطه بالشعره، اعملوها زي ما انا عامله بالظبط. شوفوا الرول حجمه قد ايه، كل ده بنص كيلو بانيه. طيب انا هقسمه نصين، هعمل نصه مدخن ونصه عادي. هنعمل المدخن ازاي؟ شايفين المسام بتاعته مش مفرغ قوي، مظبوط حلو جدا. هجيب بقى بابريكا اللي هي المدخنة يا جماعة، بنجيبها من العطار او من اي هايبر ماركت كبير. تمام. وابتدي ارش عليه حوالين داير، اغرقه بالبابريكا المدخنة عشان هي اللي هتديني ريحة التدخين. شايفين انا بعمل ايه؟ عمالة اكب عليه كتير كده بابريكا مدخنة، ومن الجنب ده ومن الجنب ده، بحيث اللي بيحب المدخن يبقى عملنا له مدخن، اللي مش بيحب المدخن هنسيبه له كده. تمام. واخده بقى على طاسة على النار، شوحته كده من كل الجوانب دقيقة كده على كل جنب. بس انا المقطع ده ما تصورش، يعني انا في نقطتين سمنة كده شوحته من كل الجوانب بس. وهنسيبه بقى يبرد خالص، وبعدين لما يبرد ويسقع نبتدي نقطعه. انا جيت كنت هقطعه وهو سخن، ما كانش التقطيع ظابط معايا. سبته بقى لما برد خالص في التلاجة كام ساعة، وطلعت قطعته بقى جميل وطعمه رائع. وحتى اللي بيعملين دايت هيعجبهم جدا، لان هو فعلا صحي وجميل، وتبقي مطمنة على اولادك وانتي بتاكليه لهم. اتمنى يكون الشرح بسيط والفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش بقى اللايك والشير، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين وصفات ايه تاني. واللي يعمل وصفة يكتب لي ايه رأيه فيها. نورتوني.